السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مؤخرا كثرت الهضره على صفقات محتمله لاقتناء مقاتلات من طرف القوات الجويه الملكيه. مصادر صحفيه كيتكلموا بزاف على جوج مقاتلات، الاف 35 الامريكيه والرافال الفرنسيه. افجيكس ديالنا والمهتمين بمجال الطيران كيتكلموا حتى على الاف 15 اي اكس، وكاين اللي مشى بعيد وكيهضر حتى على الاف 22. هنا بغينا نوضحوا قبل ما نبداو هذا الفيديو اصلا انه الاف 22 هي مقاتله اللي كاينه حصريا عند اليو اس اير فورس، التوريد ديالها ممنوع، بالاضافه انه توقفت من الانتاج. اما بالنسبه للاف 15 فبحكم ان الاحتماليه شبه مستحيله ما غاديش نتطرقوا لها في هذا الفيديو. نرجعوا دابا للاحتمالات الاكثر واقعيه اللي هما الرافال والاف 35. الهدف من الفيديو ماشي هو نشوفوا شنو هي قوى فايتر، حيت غالبا ما كتكونش فايتر قويه على الاخرى، ولكن كتكون فايتر كتلبي الاحتياجات ديال واحد سلاح الجو اكثر من الفايتر الاخرى. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا خصائص ديال كل مقاتله، التسليح ديالهم، نقاط القوه ونقاط الضعف. نبداو بالاف 35 اللي هي واحد المقاتله شبحيه مالتي رول، يعني متعدده المهام، من الجيل الخامس، فيها انظمه ديال الرصد والحرب الالكترونيه مجهده وفي قمه التطور، وهادشي كيخليها تقدر تفوق بسهوله على الرادارات وانظمه الدفاع الجوي ديال العدو. وبحكم انها شبحيه هادشي كيخليها كتوفق حتى في البي في ار ولا البيوند فيجوال ران، اللي هو الالتحام مع مقاتله ماشي في مدى الرؤيه ديالها. ومادام هضرنا على القتال الجوي نهضروا شويه على التسليح. الاف 35 كيف القتال الجوي كتخدم بالاي ام 120 للقتال البعيد المدى، والاي ام 9 اكس للقتال القريب المدى، نفس الاسلحه اللي كتوفر فيهم الاف 16 اللي عندنا حاليا. اما بالنسبه للقصف الارضي فالجدامز والاي جي ام 154 والجي بي يو سمعتهم والفعاليه ديالهم سابقاهم. هادشي كلشي زوين، ولكن البيرفكشن ما كايناش. خاص نعرفوا انه الاف 35 فيها محرك واحد، واخا كتعطي قوه كبيره ديال الدفع، ولكن كيولي كاين واحد المشكل في الريدندنسي، يعني الا وقع لك غير بيرست سترايك احتمال انك تاجيكتا قبل ما توصل لاباس كبير بزاف، مقارنه مع فايتر مثلا اللي عندها جوج ديال المحركات. ونقطه اخرى اللي هي الاف 35 فاش كتكون شبحيه في ستيلت مود كتولي ليميتد في البيلود، وكيولي خاص تضحي بشويه ديال الستيلت باش تهز تسليح اكثر، اللي كيتسمى البيست مود. بالنسبه لتكاليف التشغيل والصيانه فكتكون مرتفعه بزاف. زيد عليها الولايات المتحده الامريكيه، وكما كنعرفوا كيحطوا قيود اللي بعض المرات كتكون مرهقه باش يحميو التكنولوجي ديالهم، وهادشي كنشوفوه كيديروا حتى مع اقرب الحلفاء ديالهم. المقصود من القيود ماشي ديك الهضره ديال كود التشغيل، وانما القابليه ديال تطوير المقاتله محليا ولا شي اتفاق ديال نقل التكنولوجي. بالنسبه للرافال، الرافال هي مقاتله من الجيل 4.5 بلس، حتى هي مالتي رول متعدده المهام، ولكن عندها واحد الفليكسيبيليتي طالعه على الاف 35. الرافال ماشي شبحيه، ولكن عندها واحد الار سي اس اللي ناقص، الشيء اللي كيخليها كتحرك بواحد النوع من السريه في الاجواء، خصوصا الا ما كانتش هازه خزانات الوقود الخارجي. بالنسبه للرادار والحرب الالكترونيه فالرافال بنظام سبيكترا ديالها عندها قدرات لا يستهان بها وجد محترم، وهادشي مازال غادي يزيد يتطور مع ستوندار اف 5 اللي هو واحد التطوير كبير كيدار للرافال حاليا من بزاف ديال النواحي. المقاتله الفرنسيه مناوره قويه، وهادشي راجع للشكل ديال الاجنحه ديالها اللي كنسماو دلتا وين. في القتال الجوي الرافال كتخدم بالميتيور للاهداف البعيده والميكال للاهداف القريبه. اما القصف الارضي فالرافال كتقدر تخدم بالسكالب والا اس ام هامر، بالاضافه انه التكلفه ديال الصيانه والتشغيل ديالها كيبقى ناقص مقارنه بالاف 35. اما بالنسبه للقيود ففرنسا ما كتحطش نفس القيود اللي كتحط الولايات المتحده الامريكيه، وهادشي كيخلي واحد المجال ديال الحريه وامكانيه نادابتيو المقاتل على حسب الاحتياجات ديالنا، او حتى نقوموا بنقل التكنولوجيا ولا صناعه بعض الاجزاء محليا كيف ما دارت فرنسا مع الهند. الرافال فيها محركين على عكس الاف 35، ولكن الاشكال انه استنادا على المعلومات اللي كاينين اوبن سورس واللي دايره كتقول انه هاد المحركات في شي مناورات ما كيعطيوش القوه اللي كيكون البيلوت كيستناها، ولكن لحسن الحظ مع ستوندار اف 5 اللي كاين خدامين دابا على تطوير المحرك الحالي باش يخرجوا منه نسخه اقوى واللي تحت اسم الام 88 تيراك. الخلاصه انه شنو ما خدينا في هاد جوج مقاتلات فغادي تكون اضافه كبيره لسلاح الجو ديالنا. قولوا لنا نتوما شنو بان لكم وشنو الفايتر اللي تبغيو تشوفوها مستقبلا عند سلاح الجو ديالنا.